السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين العزاز؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم ان شاء الله واحد الطورطه بسيطه وعلى قدر المستطاع. هنايا عندي الاناء، درت فيه واحد شويه د مليحه، هنا عندي 6 البيضات بحرارة المطبخ، من بعد ما درت البيض غادي ندوز نخلطو ان شاء الله حتى كيتخلط ليا مزيان. كنزيد عليه الفانيلا 2 اكياس. من بعد ما درت الفاني درت كاس ديال الزيت العنبه. راه ما تقبطليش في التصوير، وقف لي التليفون. هنايا عندي واحد الكاس د العنبه ديال السكر كلاصي، كنفضل نديروه هو احسن ليا من سنيده. التصوير ديال الطحين ما تشدليش. المهم درت واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال الطحين. رديتها في اللاطه، فرشت لها داك الورق الزبده، دهنتهم بشويه الزيت ودرتهم ليها. من بعد ما طابت ليا جات في هذا الشكل هذا. جات محمره زوينه. الفرن كنت شاعله على 180 درجه. المهم كتاخد ديك 10 دقائق هكا، كل 10 دقائق وشي حاجه ماشي بزاف. هنا عندي الكريمه السائله طلعتها بالباطور. من بعد ما طلعت ليا الكريمه فرقتها على 2. هذا درت فيه الفلو د الكراميل. هنا عندي القشور د الليمون وسنيده مع شويه د الماء، وطبختهم شويه. رجعوا ليا سيرو بها سقيت الطورطه ديالي. الطورطه درت 2 عجينات، هذه صورتها معكم والاخرى ما صورتهاش باش ما نطولش الفيديو. سقيتها مزيان، جبت الكريمه اللي فيها الشاشيه ديال الكراميل، فرقت بها ما بين الطورطه والطورطه. سرحتها مزيان. من الاحسن داك السيرو تديروه فوق من لاجينواز يكون سخون باش كيشربوا دغيا، اما الا برد كيبقى من الفوق. هذه بالنسبه للسيرو.
والكريمه حتى كتبرد الطورطه. المهم ديك اللي زدت معاكم فرقتها هكايا، فرقتها من الوسط بهذا بالمنشار، فرقتها بحال اللي جاوني فيها 3 ديال جوج القطعات بلا الاولى اللي درت. سرحت عليها الكريمه اللي بقات ليا ديال الفلو كراميل. جبت هنا القطعه الثالثه، درت لها السيرو اللي بقى عندي. درت لها داك الكريمه الاولانيه البيضه، دهنت الطورطه كامله بها، وشويه داك اللي بقى لي ديال الفلو درتو في هذا الاناء وزدت عليه الكاكاو والمر بها باش غادي ندير لها واحد الزويبقات في الجناب. طورطه ما كتكلفش بزاف، سهله وبسيطه ديال الناس اللي يقدروا يديروها، اللي ما عندهمش يقدروا يديروها، ما فيهاش التكلف بزاف. والزواق كيبقى كل وحده راه كتعرف كدير تزوق الحاجه ديالها. درت لها انايا لهاد الصبيعات هكايا في الجناب، ومن الاحسن كنفضل ندير اي حاجه عندي في داري. ونتمنى هذا المحتوى يعجبكم، وكنشكر اللي كيصيفطوا لي الكومنتيرات الزوينين، الله يحفظهم وربي يخليكم كاملين. وكنشكركم وكنشكر اللي كيشاهد الفيديوهات ديالي، والله يكبر بكم كاملين الحباب دياولي. المهم كنستمر بهذه الطريقه هذه هكا. بسيطه تفرح المراه بها وليداتها. هنايا درت الكاكاو المر مع شويه سنيده والماء، رديتهم على البوطه حتى اعطوني السائل الشوكولات، ودرتو من الوسط صافي ودخلتها للثلاجه وبالصحه والراحه.